سيد سليمان العقيلي. سيد سليمان، مساء الخير، مرحبا بك معنا. انتقادات عدة توجه لسياسات طهران سواء في الداخل أو في الخارج فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني. إلى مدى هذه التوافقات، رفع العقوبات، استعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، ربما يرى البعض فيها بأنها أطلقت يد إيران للمضي في سياسات بحق المعارضين في الداخل والمضي في سياسات أخرى توصف بالتوسعية في المنطقة العربية؟ في الواقع أن الدول الغربية 5+1 يعني تميزت بالانتهازية السياسية، وبالفعل مادت مظلة سياسية للعنف الإيراني في المنطقة، للعنف خارج الحدود وعبر الحدود، وتضررت المنطقة العربية من الإرهاب الإيراني كما تضررت الشعوب الإيرانية نفسها من إرهاب الآيات عمائم طهران الذين يعني يحتكرون السلطة في طهران. ولا شك أن هذه الانتهازية استفادت منها إيران، ويعني أجرت مقايضة سياسية خاصة مع الولايات المتحدة وكسبت الواقع. يعني الولايات المتحدة أصبحت تقدم الهدايا ليس فقط المظلة للتمدد الحرس الثوري في الدول العربية، في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي دول الخليج أيضا، وإنما أيضا أصبحت السياسة الخارجية الأمريكية في خدمة هذا النظام الدموي الديني الذي يعني التسلطي، الذي أصبح لا يدخل منطقة أو لا يضع أصابعه في دولة إلا ويفجر فيها العنف ويقطع أواصر العلاقات الاجتماعية ويتسبب في تهديد النسيج الوطني. وهذا رأيناه في الدول العربية كما رأيناه في الداخل الإيراني، حيث عمل النظام على التناقضات نعم. الإثنية والمذهبية جميل. في الداخل الإيراني. نقطة سريعة سيد جعفر قبل أن نذهب إلى فاصل. إلى أي مدى هذه العلاقات الغربية الإيرانية بعد الاتفاق النووي وخلال المفاوضات شابتها الانتهازية؟ كل هذه الانتقادات التي توجه من الغرب للسياسات الإيرانية سواء في الداخل أو في الخارج لم تكن حاضرة في ذهنية العقل التفاوض الغربي مع طهران. طبعا هذا صحيح، وأنا أتفق مع السادة الذين تفضلوا بأنه كانت هناك ازدواجية وكانت هناك انتهازية، ولكن ما ينبغي أن نؤكد على أنه موقف الاتحاد الأوروبي كان جديرا بالاهتمام وكان صارما مع إيران، وطيلة الفترة الأخيرة كانوا مصرين على فتح مقر إلى الاتحاد الأوروبي في طهران كي يستطيعون أن يخترقوا هذه في الواقع الزنازين التي لم يستطع إلى الآن أحد أن يكشف عن ما في محتواها وما في داخلها. هذه الإرادة على ما يبدو جدية، وأرغموا إيران حتى الآن أكثر من 3 أو 4 مرات أن تأتي إيران إلى الاتحاد الأوروبي وتتفاوض حول لكنما للأسف أنه الرؤية الإيرانية وأنه البنية التحتية إلى العقل السياسي في إيران هو أساسا ينظر إلى حقوق البشر وحقوق الإنسان بشكل آخر. هم يريدون أن يعلموا الأوروبيين والعالم على نمط ونسق حقوق الإنسان الذين يفهمونهم هم، ولذلك أصروا على الاتحاد الأوروبي أنه لا مفاوضات لنا، وكما أنتم تريدون أن يكون لكم مقرا في طهران يجب أن يكون لنا نحن مقر في أوروبا، ونحن نراقب تصرفاتكم وسلوككم تجاه حقوق الإنسان. واضح. تفضل بالبقاء معي سيد جعفر وباقي الضيوف الكرام. مشاهدينا، هذه الحلقة متواصلة وهذا النقاش مستمر ولكن بعد فاصل قصير.
أكيد المرأة العربية في العالم العربي بتحسد المرأة التونسية على كل المكاسب اللي حصلت عليها. دستورنا ينص على التناصف، ينص على المساواة. هنا في حق كامل للتصويت، في مساواة مع الرجل. لماذا نوظف المرأة في وظيفة لم تخلق لها؟ ومفيش تعدد زوجات. أهلا بكم من جديد. نواصل هذا النقاش حول الانتقادات الموجهة لسياسات إيران سواء في الداخل أو في الخارج. أجدد الترحيب بضيوفي من برمنغهام عبر سكايب السيد طه الياسين نائب رئيس المنظمة الأوروبية الأحوازية لحقوق الإنسان، ومن الرياض معنا الكاتب والمحلل السياسي السيد سليمان العقيلي، وعبر الهاتف من لندن السيد جعفر الهاشمي المحامي والناشط الحقوقي. أذهب إليك سيد طه. كما ذكرت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان تطال جميع المكونات وكافة أطياف المعارضة. هناك مطالبات بالملاحقة والمحاسبة لمن ارتكب هذه الجرائم والإعدامات بعد عقود من الأحداث التي حدثت أواخر الثمانينات. ما هي فرص وآفاق تطبيق هذه الدعوات والمطالبات وهذه الضغوط أيضا التي تمارس على حكومات غربية لتفعيلها؟ يا سيدي الفاضل، يعني أنا مرة ثانية أعيد أن إذا كانت هذه الدول أو هذه المنظمات الحقوقية هي تريد جر إيران إلى المحاكم الدولية وإلى أخذ الحق من إيران لهذه الشعوب، لهذه الناس التي تم إعدامها، لهذه النساء التي ظلمت، للأطفال الذين أعدموا. أطفال يا سيدي الفاضل، نحن إذا أردنا لا نتكلم عن الكبار، عن الأطفال. أطفال إيران تعدم الأطفال، عملت مجازر في إعدامها الأطفال. فإذا هذه الإدانات لا تكفي. إيران لا ترتدع من الإدانات فقط، يجب أن يكون هناك عمل يعني جاد ومنسق وبشكل واقعي، يجب أن يكون على أرض ويطبق على أرض الواقع. هذه الإدانات من برلمانيين نعم سمعناها، وسمعناها من منظمة حقوق الإنسان، من الجمعية العامة لحقوق الإنسان قبل أيام، يعني أيضا أدانت إيران. وأيضا أمنستي انترناشنال، هيومن رايتس واتش، أمنستي انترناشنال أصدرت بيان قبل يومين أن الإعدامات التي تمت قبل أشهر للأخوة الأكراد والبلوش والأحوازيين، وتم إعدام 25 من هؤلاء. الداعية أحمد شهرام أحمدي الذي يعدم، الداعية الكردي الذي يعدم، ولم هو هكذا تسرب فيديو منه قبل إعدامه. نعم. أن محاكمته لم تأخذ حتى 5 دقائق. طيب. ثم يعدم ولم. فما مطلوب من هذه المنظمات وجميع الدول الغربية، المطلوب من عندهم أن إيران يجب أن يفرض عليها ولا لا تعير أي اهتمام للإدانات. واضح. ما رأيك سيد سليمان؟ كيف بالإمكان توفير آليات ضغط حقيقية لإجبار إيران على وقف هذه الانتهاكات وعلى وقف سياساتها خارج الحدود كذلك؟ نعم، أنا أتفق مع الأستاذ جعفر في أنه لا بد من سياسة جادة في الواقع على الأقل، يعني إذا لم يكن الإطاحة بهذا النظام الإقصائي الرجعي يعني السلطوي في حقيقة الأمر، فلا بد من تهذيب سلوكه، لأن سلوكه أصبح عدواني وأصبح يمس الأمن والسلام الدولي. يعني نحن في المشرق العربي يعني تأذينا كثير من فرق الموت الإيرانية، تأذينا كثير من الجواسيس الإيرانيين، وتأذينا كثير من ايديولوجيا الكراهية في الواقع. يعني نحن نحترم جميع المذاهب الإيرانية الدينية وكذلك الأعراق، وليس للعرب مشكلة مع شعوب الأمة الإيرانية إطلاقا، ونحن والشعوب الإيرانية ظلينا أصدقاء وأشقاء، ونتبادل المنافع والثقافات
وكثير من الذين أثروا حضارتنا كانوا من الديار الإيرانية، من فارس ومن غيرها من الأعراق الإيرانية. ونحن نعتز كثيرا في تاريخنا العربي والإسلامي أن هناك يعني شخصيات فذة أثرت الحضارة العربية والإسلامية، ولكن لما جاء هذا النظام في الواقع عمل على تمزيق الحضارة الإسلامية، عمل على تقسيم الأمة، وصدر الطائفية والعنف الديني والعنف السياسي، فرق الأمة وبل فرق الشعب الواحد في الوطن العربي. نعم. يعني تسلط علينا هذا النظام تسلطا جبارا، وأصبح يستخدم كافة وسائل أدوات القوة، أدوات القوة الصلبة وأدوات القوة الناعمة. نعم. ألا تدري أخي الكريم أن هناك ما لا يقل عن 80 قناة فضائية تتحدث بالعربية ممولة من إيران نعم. لزرع الفتن ولزرع الكراهية ولنشر العنف السياسي ولإثارة وتمزيق علائق الشعب العربي. في الواقع أننا نحن والشعوب الإيرانية في كفة واحدة، نحن جميعا نحن ضحايا لهذا النظام الدموي الدكتاتوري. أعود إليك سيد جعفر، كما ذكر السيد سليمان لابد من توفير سياسات جادة، لكن هل يعقل أن كل هذا الزخم وكل هذا الاهتمام وكل هذه الإدانات الغربية لما يجري في إيران من ممارسات بحق المعارضين، هل يعقل أنها لم تفلح طيلة السنوات والعقود الماضية في توفير آليات ضغط حقيقية، على الأقل تفعيل مسارات الملاحقة والمحاسبة؟ طبعا سيدي الكريم تعرف أنه آلية حقوق الإنسان والقضايا الحقوقية في المجتمع الدولي هي القاعدة تترجم في نمطية سياسية. يعني ينبغي أن يكون هناك قضاء سياسيا حتى يستطيعون تنفيذ هذا في الواقع الأجندة التي يتابعوها على الصعيد الدولي. نعم كانت هناك نداءات، لكنما أنا بتصوري هذه النداءات وهذه الإدانات كلها كانت على مستوى التصريحات وعلى مستوى مجرد صدور بعض القرارات الإعلامية والشكلية. هي لن تدخل إلى حيز التنفيذ، وتم إيثارها وتضحيتها لصالح ترميم العلاقة السياسية بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المجتمع الغربي. أريد أن أؤكد على نقطة في غاية الأهمية، يعني ما يحصل اليوم في إيران هو تجاوز الحقوق الفردية. هذا لا أقوله فقط أننا نسمعه من العرب الأحوازيين أو من الأكراد، هذه الأصوات تعالت الآن من نفس طهران، من قلب طهران. يعني بالأمس ونحن نسمع مندوب الزوار وهو ينادي بأنه أوشكنا على الانهيار، يعطي في تقرير أنه أوشكوا على الانهيار. هناك إبادة جماعية الآن، العرب الأحوازيين يواجهون إبادة جماعية، وهو الجريمة الكبرى التي تتم عبر تسميم الهواء، تلويث الهواء وتلويث المياه، وهذه مشكلة، وحتى المواد المسرطنة. يعني هناك عدد جدا كبير من أبناء هذا المجتمع يموت بالشكل الهادئ والبطيء. جميل. وهذه التقارير في الواقع انتشرت في العالم، لكن لم تؤخذ هناك بشكل جدي. طيب. لكن الآن أتصور أنه المناخ السياسي الجديد في ظل طرح الواقع الإيراني والعقل الإيراني والسلطة الإيراني، وفي ظل هذا التمدد وفي ظل هذه الحركة الإخطاروطية في المنطقة، بتصور أن هناك مناخا سياسيا جديدا سوف يسمح إلى ملاحقة هؤلاء وجرهم حتى إلى المحاكمات الجنائية في المحاكم جميل. ابقى معي سيد جعفر. سيد طه، اسمح لي سأعود إليك بعد قليل للحديث أكثر حول هذه النقطة، لكن أستغل الثواني القليلة المتبقية من الرياض. سيد سليمان، طالبت بسياسات جادة، هل التقارب العربي مع المعارضة الإيرانية وهذا الزخم الذي نراه ونتابعه هل يأتي في إطار تفعيل هذه السياسات الجادة أم لا؟ سريعا إذا سمحت. نعم، في الواقع أنه لا يمكن لأي معارضة الحقيقة في المشرق الإسلامي أن تعتمد على الانتهازية الغربية. لابد إذا تلاقت مصالح العرب أو الإيرانيين
سواء كانوا فرسا أو عربا أو بلوشا أو آذريين أو أكراد، لابد إذا تلاقت مصالحهم أن يتعاونوا. وأنا في الواقع من منبركم هذا أدعو الدول الخليج العربية إلى دعم جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية والثقافية والسياسية جميل. التي تنهض بحقوق الإنسان في إيران وتساعد على تقليص الطابع الدموي لهذه الدولة. واضح. لأنه في الواقع الآن إيران أصبحت مصدر من مصادر الخطر على الحضارة الإسلامية. شكرا. وعلى الأمن الإقليمي بل وعلى السلام الدولي. وقتنا معك انتهى، شكرا جزيلا لك.